ألتو سوباركو. ألتو سوباركو، وقف المركب بتاعك. ده واحد من خفر السواحل الأمريكي، بيعمل حاجة ضد كل منطق بحري. هو بينط من مركب مطاردة سريع فوق المية المفتوحة عشان ينزل مباشرة على جسم غواصة ماشية وزلق. معاه بالضبط 60 ثانية عشان يفتح الغطاء قبل ما الرجالة اللي جوه يسحبوا الصمامات الداخلية ويغرقوا الحمولة اللي بملايين الدولارات في قاع المحيط عن قصد. بس الحركة اللي كأنها من فيلم أكشن دي مش هي حتى أكتر جزء جنون في العملية كلها. الجنون الحقيقي هو إزاي الغواصة البدائية دي اللي بناها الكارتيل قدرت تعدي من أقوى شبكة مراقبة بحرية في العالم عشان يوصلوا هنا أصلا في مكان ما في شرق المحيط الهادئ على بعد مئات الأميال من اليابسة. مركب بتشق أمواج البحر. دي غواصة مخدرات. جوا الأنبوبة المصنوعة من الفايبر جلاس اللي 40 قدم أو 12 متر فيه 17,000 باوند، يعني 7,700 كيلوغرام من الكوكايين، قيمتهم تقريبا $4 مليار. من المعروف إنها صعب جدا بتتكشف. المراكب دي اللي صعب تتبعها بتستخدمها الكارتلات لنقل المخدرات لمسافات طويلة، ومعظمها بيوصل لوجهته من غير ما حد يشوفه أصلا. لكن المركب دي دخلت منطقة مياه غلط، منطقة بيحرسها خفر السواحل الأمريكي، ودلوقتي بيتتبعوها. القبض على واحدة من الغواصات دي ممكن يبان إنه عملية اعتراض بسيطة، لكن أصلا العثور عليهم في البداية هو كابوس رياضي. الجيش الأمريكي بيشغل شبكة تتبع ملهاش مثيل، بيستخدموا رادار معمول عشان يصطاد صواريخ أسرع من الصوت، وأقمار صناعية تقدر تقرأ لوحة أرقام عربية من الفضاء. ومع كده عصابة تهريب في الغابة بتستخدم فايبر جلاس رخيص ومحركات ديزل قدرت تتخطى الشبكة دي بالكامل. السفن دي صعب تمسكها، وناس خفر السواحل بيدوها أسامي زي بيج فوت أو الحوت الأبيض، عشان نادر جدا لما حد يشوف واحدة منهم في عرض البحر. حتى مع رادارات خفر السواحل القوية وأجهزة المراقبة بتاعتهم في تحديات كبيرة جدا في مطاردة الغواصات الشبح دي. المحيط الهادئ الشرقي بيغطي ملايين الأميال المربعة، تقريبا قد مساحة الولايات المتحدة كلها. محاولة تأمين مساحة ضخمة زي دي زي كأن في عربيتين شرطة بس بيحاولوا يراقبوا البلد كلها. مع كل المساحة دي من المية سهل جدا على المهربين يعدوا من غير ما حد ياخد باله. وكمان فيه الغواصات نفسها اللي تعتبر عبقرية هندسية لوحدها حتى مع كلمة غواصة في اسمها. السفن دي من الناحية التقنية اسمها شبه غاطسات. المهندسين بيصمموها بحيث ان 90% من كتلتها يبقى تحت خط المية، مستخبي تحت الأمواج، والحاجة الوحيدة اللي بتطلع فوق المية هي كابينة صغيرة جدا ومحصنة كويس وأنبوبة لسحب الهواء. أعلى الغواصات كمان غالبا بيدهن باللون الأزرق أو الرمادي علشان بيندمج مع أمواج البحر اللي حواليه. إنك تلاقي واحدة منهم زي إنك تدور على إبرة في كوم قش. تصميمهم المنخفض وصناعتهم من الفايبر جلاس بيخليهم يظهروا بشكل ضعيف جدا على الرادار، وده بيخلي أجهزة الكمبيوتر العسكرية تفتكرهم أمواج شادة. وفوق كده الغواصات بتاعة تجار المخدرات بتتحرك ببطء في المية، وكتير منهم بالكاد يوصلوا لأقصى سرعة 10 عقد، يعني حوالي 11.5 ميل في الساعة أو 18.5 كيلومتر في الساعة. مع أن ده معناه أنهم بياخدوا أيام عشان يوصلوا لوجهتهم، بس كمان معناه أنهم بيتحركوا بهدوء. ممكن تفضل تراقب المية المفتوحة طول حياتك المهنية من غير ما تشوف حتى ظل واحد بيعدي جنب جسم المركب بتاعك. والتاريخ بيقول إن خفر السواحل بيقدروا يمسكوا حوالي 11% بس من السفن دي. بس في الرحلة دي بالذات في يونيو 2019 الجيش كان عنده فرصة كويسة. الطاقم اللي كانوا مزنوقين في المساحة الضيقة بتاعت غواصة المخدرات دي بالذات كانوا فاكرين إن الرحلة دي هتكون رحلة عادية تانية من غير أي مشاكل عبر المحيط. كانوا متوقعين يوصلوا لمكانهم من غير ما حد ياخد باله منهم ومن غير ما يحصل لهم حاجة، وهم مش عارفين إن طيارة مراقبة على ارتفاع عالي كانت لمحت أثرهم في المية. الجيش ما كانش بيدور على شكل مركب، كانوا بيستخدموا كاميرات أشعة تحت الحمراء حساسة عشان يتتبعوا الحرارة الدقيقة لعادم ديزل الغواصة وهي بتخرج في المحيط المتجمد. وأول ما الطيارة حددت مكان الشذوذ الحراري ده نقلت المعلومات للفرق اللي على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي، السفينة مونرو. المونرو فضلت على بعد أميال ورا الأفق عشان محركات السفينة التقيلة بتاعتهم ما تتسمعش، وفي نفس الوقت بعتوا هليكوبتر بسرعة عشان تراقب من الجو، ومعاها مركبتين مطاردة صغيرين عشان يعترضوا السفينة. وكان لازم أفراد خفر السواحل
يقربوا من الغواصة بأكبر قدر من التخفي، وما كانش فيه دقيقة يضيعوها كمان لأنهم كانوا بيواجهوا سباق مع الزمن. بروتوكول الكارتيل بيقول إنه لو الطاقم سمع قارب عسكري جاي على طول يفتحوا صمامات الإغراق الداخلية. ده بيغرق الغواصة بسرعة وبينزل الحمولة اللي بملايين الدولارات مع الأدلة على طول لأعماق المحيط الساحقة. غير خطر إنهم ممكن يغرقوا غواصتهم بنفسهم. أطقم التهريب اللي على الغواصة غالبا بيكونوا مسلحين. دي وضعية خطيرة، وأفراد خفر السواحل اللي بيقتحموا عندهم دقايق قليلة جدا عشان يقبضوا على الطاقم. وأول ما قوارب الاقتحام بتظهر فجأة من العدم وبتقرب من الغواصة، واحد من ضباط خفر السواحل المسلحين بينادي بالإسباني: ألتو سوباكو، وقفوا القارب بتاعكم. ما وقفوش. ودلوقتي خفر السواحل ما عندهمش خيار غير انهم يحاولوا يعملوا مناورة اقتحام جريئة، ومسلحين بمسدسات ونظارات رؤية ليلية اللي عارفين انهم هيحتاجوها عشان يشوفوا جوا بدن الغواصة اللي الإضاءة فيه خافتة. 3 من رجال الحرس بينزلوا من جنب مركبهم وينطوا مباشرة على بدن غواصة المخدرات المتحركة والمبلولة. واحد من اللي ركبوا الغواصة جري على الفتحة وبدأ يخبط عليها بإيده وبيأمر الطاقم اللي جوا يطلعوا. الصدمة المفاجئة من الكمين التكتيكي خلت الطاقم مش قادر يتحرك، ولما عرفوا انه مفيش قدامهم اي خيارات تانية فتحوا فتحة الغواصة ورفعوا ايديهم لفوق. ما كانش عندهم وقت يتصرفوا وفضلوا يخرجوا بحياتهم سليمة بدل ما يخاطروا وينزلوا مع السفينة. العملية كانت نجاح نموذجي. تم ضبط 17,000 باوند يعني 7,700 كيلوغرام من المخدرات، وتم القبض على 5 أفراد من الطاقم، والجيش قدر يسحب $400 مليار من جيوب الكارتيل مباشرة. السلطات افتكرت انهم اخيرا خنقوا خطوط الامداد في المحيط الهادئ، كانوا فاكرين انهم كسبوا المعركة. لكن النصر العسكري الحاسم ده ما انقهش الصراع، هو بس حاصر الكارتيلات في زاوية وخلاهم يبصوا على المحيط الهادئ المقفول ويفكروا في حل هندسي بديل مجنون لدرجة ان السلطات عمرها ما توقعت اللي هيحصل. لو الكارتيلات ما قدروش يدفعوا غواصتهم ناحية الشمال من خلال شبكة البحرية الأمريكية المقفولة، كان لازم يلفوا ناحية الشرق، كان لازم يعبروا المحيط الأطلنطي. غواصات المخدرات عادة بتسافر بين أمريكا الجنوبية والشمالية، وبتتبع طرق سرية خارجة من بلاد زي كولومبيا وفنزويلا والإكوادور عبر المحيط الهادئ أو البحر الكاريبي ناحية أمريكا الوسطى أو المكسيك أو الولايات المتحدة. عشان يقدروا يقطعوا الرحلة عبر المحيط الأطلسي اللي بتاخد أسابيع، طاقم الغواصة لازم ينجو لمسافة 3,500 ميل يعني حوالي 5,600 كيلومتر في عرض بحر متقلب، وبيتفادوا السفن التجارية الكبيرة وبيواجهوا عواصف عاتية في عرض البحر، وكل ده وهم محبوسين جوا أنبوبة ضيقة مصنوعة يدويا. كانت المهمة شكلها مستحيلة، لكن في أعماق غابات الأمازون البرازيلية وتحت الأشجار في ورشة سفن بدائية مهندسين الكارتيل كانوا بيبنوا مركب. المركب دي كانت مصممة عشان تعمل بالضبط كده، وسموها الغواصة الجديدة شيا. الغواصة دي طولها أكثر من 71 قدم أو 21.5 متر، وكانت لونها رمادي غامق وبتغوص جزئيا، وكانت قطعة معدات ضخمة لكن ما كانتش مصممة عشان راحة أو نجاة البني آدمين. عشان غواصة تعبر محيط بتحتاج كمية وقود هائلة، فعشان كده مهندسين الكارتيل حشروا 5,300 جالون أو 20,000 لتر من وقود الديزل القابل للاشتعال جوا هيكل الغواصة المصنوع من الفايبر جلاس اللي من غير تدريع. وبعد كده كان لازم يحطوا الحمولة 6,600 باوند أو 3,000 كيلوغرام من الكوكايين اللي قيمتهم أكثر من $100 مليون عشان يدفعوا كل الوزن ده. وعبر 3,500 ميل أو 5,600 كيلومتر من المياه ركبوا محرك ديزل صناعي قوي، ولما ركبوا الوقود والمخدرات والمحرك ما كانش فاضل تقريبا أي مساحة للبشر اللي هيقودوها. الطاقم اضطروا يقعد في كابينة ضيقة جدا وخانقة جنب مؤخرة المركب، كان فيها مساحة بالكاد تكفي لشخص واحد يقعد عند عجلة القيادة و2 تانيين يناموا على الأرض. ما كانش في حمام ولا سراير، وكان في فتحة تهوية واحدة فوق راسهم عشان ما يختنقوش. كانوا محبوسين في تابوت مقفول ومظلم، قاعدين على بعد سنتيمترات من موتور ديزل بيزعق ومش معزول، بياكلوا الأكسجين وبيطلع عوادم سامة بتدخل عليهم في الكابينة. الكارتيل كان محتاج طاقم يائس كفاية عشان يتحمل العذاب النفسي ده، ولقوا الشخص ده أغوستين ألفاريز، بطل الملاكمة الإسباني السابق للهواة عنده 31 سنة،
اتعرض عليه مبلغ ممكن يغير حياته عشان يركب التشي ويقودها عبر المحيط الأطلنطي مع 2 من أبناء عمومة إكوادوريين. لو قدروا يوصلوا لساحل جاليثيا في شمال غرب إسبانيا هيبقوا مرتاحين طول عمرهم. ففي 29 أكتوبر 2019 قفلوا الفتحة وسبوا حوض الأمازون وخرجوا للمياه المفتوحة والخطيرة في المحيط الأطلنطي. اللي حصل بعد كده كان اختبار لمدة 27 يوم لتحمل الإنسان، محبوسين في مقصورتهم الصغيرة والمخنوقة. التلاتة كانوا بيشتغلوا في ورديات مرهقة مدتها 8 ساعات. كان لازم يفضلوا مركزين جدا عشان أي غلطة بسيطة ممكن تبعدهم مئات الأميال عن مسارهم وتوديهم في وسط المحيط الفاضي. عشان يعيشوا كان معاهم بس مية في زجاجات، رز بارد، سردين وبراد طاقة، وما كانش على المركب أي شبكة مياه أو صرف. كان لازم يستخدموا أكياس بلاستيك لما يحتاجوا يدخلوا الحمام، وكانوا بيجمعوا الأكياس دي جوا الكابينة السخنة. يوم ورا يوم الرجالة كانوا بيعانوا من صوت الموتور العالي اللي بيصم الأذن وهم محبوسين في الضلمة وسط ريحة الديزل الخام اللي تقرف والأكل العفن ومخلفات البشر. وبعدين الجو اتقلب وبقى وحش. خلال رحلتهم اللي استمرت تقريبا شهر الشيء تعرضت ل3 عواصف بحرية عنيفة منفصلة. كانوا محبوسين جوا صندوق مظلم من الفايبر جلاس بيختنقوا من الأبخرة، في حين آلاف الأطنان من مية البحر المتلاطمة كانت بترمي المركب بتاعهم يمين وشمال. ما قدروش يطلعوا على السطح وما قدروش يطلبوا المساعدة. رغم كل ده قدروا يقطعوا مسافة 3500 ميل أو 5600 كيلومتر ووصلوا لسواحل أسبانيا الصخرية. خطتهم كانت إنهم يستنوا بعيد عن الشاطئ ويتواصلوا مع شوية مراكب صيد تابعة للكارتل المحلي وينزلوا الكوكايين، وبعد كده يفتحوا صمامات الإغراق عشان يغرقوا السفينة في قاع البحر. بس المحيط الأطلنطي كان لسه محضر لهم فخ الأخير. المياه قبالة سواحل إسبانيا كانت مضطربة جدا لدرجة إنه مراكب الصيد الصغيرة ما قدرتش تقرب بأمان جنب الغواصة عشان ينقلوا المخدرات. ولما قرب البنزين يخلص وما بقاش فيه اختيارات، ألفاريز اتصل بأصحابه القدامى من أيام الطفولة اللي على البر الرئيسي وطلب منهم يجوا بسرعة ويساعدوه ينقل الكوكايين للشاطئ. كانت غلطة قاتلة، وفي الوقت اللي ألفاريز وطاقمه كانوا بيعانوا في الضلمة شبكة استخبارات متعددة الجنسيات كانت بتتبع التحركات غير المعتادة في المنطقة. أجهزة إنفاذ القانون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال كانوا مستنيينهم يتحركوا. ولما الطاقم أخيرا فهم أن الشرطة تقربت منهم فتحوا صمامات الإغراق علشان يغرقوا السفينة ورموا نفسهم في المية المتجمدة علشان يعوموا لحد الشاطئ الصخري. الإكوادوريين الاثنين اتقبض عليهم تقريبا على طول. ألفاريز وهو منهك ومكسور من الرحلة قدر يوصل للأرض ويستخبى في بيت مهجور لمدة 5 أيام قبل ما السلطات تلاقيه. الثلاثة اتحكم عليهم ب11 سنة سجن، والسلطات طلعت الغواصة الغارقة من قاع المحيط واسترجعت كل الكوكايين. بس الكارتيلات كانوا بيراقبوا كويس جدا، والمهمة العابرة للأطلسي اللي فشلت دي علمتهم حاجة. الهندسة بتاعت الغواصة ما فشلتش، الفايبر جلاس فضل متماسك، والموتور استحمل الرحلة لمسافة 3500 ميل، والتصميم الخفي خلاهم يهربوا من الكشف تقريبا لمدة شهر. الحاجة الوحيدة اللي خذلت الكارتيل كانت الحدود الجسدية والعقلية للبشر اللي كانوا بيقودوها. البشر بيتعبوا، البشر بيجروا مكالمات يائسة، والبشر المرهقين بيعملوا أخطاء تجبرية كارثية. فالمهندسين في الكارتيل بصوا على الملايين اللي خسروها وسألوا نفسهم سؤال بسيط جدا: إيه اللي هيحصل لو شالوا البشر تماما؟ لو شالوا العنصر البشري الكارتيلات ممكن يحلوا كل نقاط الضعف التشغيلية اللي بيواجهوها. الطاقم البشري محتاج أكل ومية وهواء نظيف يتنفسون، وعايزين كابينة ضيقة بتاخد مساحة كبيرة من جسم المركب، وبيحتاجوا فلوس كتير عشان يخاطروا بحياتهم. لكن الأسوأ من كده، الطاقم البشري بيشكل خطر استخباراتي. لو معرض اتقبض عليه وتحقق معاه من السلطات الدولية، دائما في احتمال انه ينهار تحت الضغط ويعترف بأسماء رؤساء الكارتيل عشان ياخد صفقة تخفيف حكم. الآلة مش محتاجة تتنفس، الآلة مش هتطلب مرتب، الآلة مش ممكن يتعمل معاها تحقيق. بدل ما يدفعوا لرجالة يائسين عشان يتحملوا رحلة عبر المحيط في ظروف سامة، عصابات الكارتيل جابوا خبراء تقنيين ومهندسين بحريين عشان يبنوا غواصة شبه مغمورة من غير طاقم. هم شالوا كابينة الطاقم بالكامل
ومن غير وزن الطاقم البشري وإمدادات بقائهم كان ممكن يصمموا شكل الغواصة عشان تقعد أوطى في المية. ده مسح بصمة الرادار اللي كانت أصلاً صغيرة جداً، وكمان وفر مساحة مهمة للوقود والبضاعة. بس تشغيل مركبة بدون طاقم في المحيط المفتوح بشكل تحدي هندسي معقد، لأنه المركبة اللي بتتحكم فيها عن بعد بتعتمد على تدفق مستمر من البيانات. لسنين الإنترنت البحري التقليدي عبر الأقمار الصناعية كان محتاج أطباق هوائية تقيلة وبتستهلك كهرباء كتير، ودي كانت هتدمر فوراً قدرة الغواصة على التخفي. لكن إطلاق شبكات الأقمار الصناعية في المدار الأرضية المنخفضة تجارياً غيروا المعادلة تماماً. دلوقتي جهاز استقبال مسطح ومقاوم للمية في حجم علبة بيتزا يقدر يوفر بث فيديو عالي السرعة من أي مكان على الكوكب. عشان يستبدلوا الطيار البشري ركبوا هوائي ستارلينك مسطح مباشرة في مقدمة بدن القارب المصنوع من الفايبر جلاس. بعد كده وصلوا كاميرتين مراقبة في الغواصة، واحدة بتبص على المية عشان تراقب مسارها في البحر، والتانية ركبوها جوه حجرة المحرك عشان تتابع العدادات الميكانيكية باستمرار. ده معناه إن مشغل الكارتل يقدر يقعد بأمان ورا شاشة كمبيوتر في أعماق أمريكا الجنوبية ويتحكم عن بعد في آلاف الأرطال من البضائع غير القانونية وهي بتعدي في المياه الدولية. لكن البث المباشر للفيديو ما كانش كفاية. لو موجة محيطية قوية ضربت مقدمة القارب وغمرت الهواء مؤقتا، مشغل الكارتل هيفقد الاتصال. عشان كده المهندسين دمجوا برنامج ملاحة ذاتي. لو إشارة ستارلينك انقطعت، الكمبيوتر اللي على القارب هيتولى القيادة، وبيستخدم نقاط GPS مبرمجة مسبقا عشان يحافظ على مسار القارب بدقة لحد ما يطلع على الموجة اللي بعدها ويرجع الاتصال تاني. والصعود إلى قارب من غير طاقم بيخلق مشكلة تكتيكية جديدة تماما للجيوش اللي بتطاردهم. دلوقتي لو مشغل الكارتل اللي قاعد في الغابة شاف قارب دورية عسكري بيظهر على الكاميرا المباشرة بتاعته، مش لازم يقلق، يقدر بكل بساطة يدوس على الزرار علشان يشغل بروتوكول إغراق رقمي ويغرق جسم القارب قبل ما البحرية حتى تلمسه. دي كانت نقلة تكنولوجية كبيرة للكارتلات. وفي يوليو 2025 الجيش لمح لمحة من الواقع الجديد ده، وهم بيمسحوا مياه البحر الكاريبي. البحرية الكولومبية شافت مركب رمادي منخفض بيشق طريقه في المحيط على اعتبار إنها غواصة مخدرات عادية. قوارب الدورية والطائرات قفلت على الإحداثيات. فرق الصعود اتحركت بقوارب صغيرة وطلعوا أسلحتهم ونفذوا نفس المناورات التكتيكية اللي استخدمها خفر السواحل الأمريكي من سنين. قربوا من جسم الغواصة وكانوا متوقعين يلاقوا طاقم بشري يائس جاهز يفتح صمامات الإغراق، لكن لما البحارة المسلحين فتحوا الفتحة أخيراً اتجمدوا في مكانهم. ما كانش في حد جوا، لا مهربين ولا فتحات تهوية ولا أكياس بلاستيك فيها طاقم. كان فيه بس مودم ستارلينك، شبكة أسلاك معقدة، وعنبر شحن فاضي متصمم ينقل 3300 رطل أو 1500 كيلوغرام من الكوكايين. وهم بيحققوا في عملية الضبط، المخابرات العسكرية فهمت إن دي ما كانتش محاولة تهريب فاشلة، دي كانت تجربة أولية لاستراتيجية تهريب جديدة تماماً. عصابة الخليج، أكبر جماعة لتهريب المخدرات في كولومبيا، كانت بتجري اختبار مبدئي لمسيرة بحرية ذاتية القيادة. المهربين كانوا بيختبروا قدرة المسيرة على المراوغة في المية المفتوحة قبل ما يجازفوا ويحطوا فيها حمولة حقيقية. البحرية استولت على المركب، ودي كانت أول مرة يتم فيها القبض على مسيرة بحرية لتهريب المخدرات في مياه أمريكا الجنوبية، بس أكيد مش هتكون الأخيرة. الضربة الأولى اللي عملتها خفر السواحل في 2019 ما أنهتش الصراع، هي بس أجبرت عملية التهريب تتطور لأسطول بحري بيتحكموا فيه عن بعد. السلطات الدولية ما بقتش بتدور على مهربين يائسين في أنابيب فايبر جلاس، دلوقتي بيحاربوا حرب مسيرات بحرية غير متكافئة قدام عصابة معاها تمويل ضخم جدا. لما شالوا العنصر البشري الغالي من المعادلة، الكارتلات غيرت بشكل جذري اقتصاديات التهريب. لو بدأوا ينتجوا الكميات الكبيرة دي من السفن الرخيصة اللي من غير طاقم، ممكن يغرقوا قوات إنفاذ القانون بتكتيكات الأسراب. ممكن يطلقوا 10 غواصات ذاتية القيادة مرة واحدة، وهم عارفين إنه حتى لو الجيش اعترض 3 منهم، ال7 التانيين هيفلتوا من الشبكة. وده سباق تسلح تكنولوجي بيعكس فعلا القتال العسكري الحديث. لو الكارتل قدر يبرمج مركب من غير طاقم عشان يوصل مخدرات، الجيش بتاع دولة يقدر يبرمج نفس المركب بالضبط عشان يوصل متفجرات قوية. أوكرانيا جمعت جيشاً من الدرونز يعتبروا من الأفضل في العالم، وبعثت درونز بحرية انتحارية من غير طاقم عشان تفجر أهداف روسية
زي السفن الحربية ومنصات النفط، واللي تقدر تشوفه وهو بيحصل هنا في الفيديو الجاي. شكرا لمشاهدتكم، وهنشوفكم في ساحة المعركة الجاية.